التهاب مجرى البول في الحمل مشكلة بسيطة بس لو فهمناها بدري. في الحمل جسم الست بيتغير مع مرور كل يوم حمل، وكل تغيير بيأثر على حاجات كتير منها الجهاز البولي. من أكتر المشاكل اللي بتحصل في الفترة دي التهاب مجرى البول. ناس كتير بتفتكر إنه حاجة بسيطة، بس في الحمل لازم ناخده بجدية، لأن لو اتساب من غير علاج ممكن يسبب مضاعفات للأم والجنين. يعني إيه التهاب مجرى البول؟ هو التهاب بيحصل في أي جزء من الجهاز البولي من أول المثانة وحتى الكلى، وده بيكون سببه غالبا بكتيريا اسمها إيكولاي تدخل من مجرى البول وتبدأ تنتشر. في الحمل الجسم بيكون أكتر عرضة للعدوى، ده بسبب تغيير الهرمونات اللي بتخلي عضلات المثانة والحالب ترتخي فيبطأ بنزول البول وضغط الرحم على المثانة، فالبول ما يخرجش كله ويفضل جزء متبقي بعد دخول الحمام، وده بيسهل نمو البكتيريا. زيادة السكر والبروتين في البول وده بيغذي البكتيريا. أعراض التهاب مجرى البول عند الحوامل: حرقان أو ألم أثناء التبول، رغبة متكررة في دخول الحمام، بول لونه غامق أو ريحته قوية، ألم أسفل البطن أو في الجنب، ارتفاع في الحرارة أو رعشة أحيانا. مفيش أعراض خالص وده الأخطر. طب إيه الخطر لو ما اتعالجش؟ التهاب في الكلى، ولادة مبكرة، ارتفاع في ضغط الدم، انخفاض وزن الجنين، مضاعفات في الكلى للأم، عدوى شديدة ممكن توصل للدم. عشان كده أي شكوى بسيطة لازم تتاخد بجدية، وتحليل البول ومزرعة البول بيكون كفاية لتشخيص الحالة وعلاجها. طب العلاج: مضاد حيوي آمن للحمل بيحدده الطبيب، وشرب مية كتير من 8 ل 10 أكواب يوميا. في الحالات الشديدة ممكن تحتاجي حجز أو علاج بالمستشفى. ممنوع تاخدي أي دواء من نفسك حتى لو كان بسيط، لأن مش كل المضادات الحيوية آمنة. الوقاية: اشربي مية كتير، ادخلي الحمام أول ما تحسي بالرغبة وما تستنيش، نظافة المنطقة الحساسة باستمرار، لبس قطني واسع، تقليل السكريات والمخللات والأكل الحراق. في الآخر، التهاب مجرى البول مش حاجة تخوف، بس لازم نكون واعيين ليه ونعرف إن الحمل محتاج متابعة مش بس للجنين لكن ليك انت كمان. اهتمي بجسمك واسألي واطمني. الصحة مش رفاهية، الصحة وعي، والوعي هو أول خطوة في طريق أمومة آمنة.